الترتيب النهائي لكأس العرب قطر 2025 أسدل الستار على بطولة كأس العرب فيفا قطر 2025 التي عرفت منافسة قوية ومباريات مثيرة، وشارك فيها نخبة من أفضل المنتخبات العربية. وقد احتضنت قطر هذا الحدث الكروي الكبير وسط تنظيم مميز وحضور جماهيري لافت. المركز الأول، المنتخب المغربي. توج المنتخب المغربي بلقب كأس العرب 2025 بعد مشوار مميز في البطولة. توج بالفوز في المباراة النهائية على المنتخب الأردني، وأظهر أسود الأطلس شخصية البطل سواء من حيث الانضباط التكتيكي أو الفعالية الهجومية، ليؤكدوا مكانتهم كأحد أقوى المنتخبات العربية في السنوات الأخيرة. المركز الثاني، المنتخب الأردني. حقق المنتخب الأردني إنجازا تاريخيا ببلوغه نهائي كأس العرب للمرة الأولى بعد أداء بطولي ومستوى ثابت طيلة المنافسة. ورغم خسارته في النهائي، نال النشام احترام الجماهير والمتابعين، وأثبتوا أن الكرة الأردنية تسير في الطريق الصحيح. المركز الثالث، المنتخب السعودي. أنهى المنتخب السعودي البطولة في المركز الثالث بعد فوزه في مباراة الترتيب، مقدما أداء قويا يؤكد عمق تجربته القارية. وشهدت البطولة بروز عدد من العناصر الشابة التي تبشر بمستقبل واعد للكرة السعودية. المركز الرابع، المنتخب الإماراتي. جاء المنتخب الإماراتي في المركز الرابع بعد مشاركة محترمة وصل خلالها إلى المربع الذهبي. ورغم عدم الصعود إلى منصة التتويج، أظهر الأبيض روحا تنافسية عالية وقدم مباريات قوية أمام منتخبات كبيرة. الترتيب النهائي للبطولة 1، المغرب 2، الأردن 3، السعودية 4، الإمارات. خلاصة: أكدت كأس العرب قطر 2025 التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم العربية سواء على مستوى التنظيم أو الأداء الفني، وشكلت منصة حقيقية لاكتشاف المواهب وتعزيز التنافس بين المنتخبات، مع تتويج مستحق للمنتخب المغربي وإنجاز تاريخي للمنتخب الأردني.